مرحبا فيكم اليوم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون راح نسوي كيك لعيد ميلاد محمود. اللي ما بعرف محمود اخوي بيكون. وطبعا هاي الكيك. وبس يلا نبلش. قبل ما نبلش بالفيديو حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، سبسكرايب، اضغطوا على زر السبسكرايب اللي تحت واعملوا لنا لايك. وبس يلا نبلش. عندنا هون 4 بيض، بدنا فانيلا. الفانيلا هاي انا النوع هذا اللي انا بستخدمه. بنصحكم تجيبوا منه كتير زاكي، يعني بفرق في الحلويات. فهي النوع اللي انا بستخدمه جد كتير زاكي. فبنحتاج بوكيتين، هذول انا مجهزهم بس ورجتكم هذول. نحط بوكيتين، او ممكن تستخدموا السائلة. حطينا الفانيلا، راح نحط برش برتقال وبرش ليمون. بتمنى يكون واضح معكم. عندنا برش برتقال وبرش ليمون، تقريبا معلقة صغيرة او مش كثير، يعني انه ما يمرر، يعني يعطي نكهة. فبدنا ننزله. عندنا هون تقريبا ربع معلقة ملح نحطها. بدنا نخلط وبعدين ننزل السكر. طبعا المقادير بأول تعليق وبصندوق الوصف بتلاقوهم. صندوق الوصف فيه سهم، تضغطوا عليه بتلاقوا المقادير عشان ما تتغلبوا يعني. فراح يكونوا مكتوبين بالجرام وبالكاسات. بدي اخلطه شوي قبل ما يصير فاتح. وبعدين راح ننزل السكر. هسه بعد ما خلطنا البيض شوي، يعني صار افتح، راح ننزل السكر. نزلنا السكر، راح نخلطه. يعني بدنا نخلطه تقريبا دقيقتين قبل ما يصير فاتح. كمان البيض بصير افتح. طبعا هسه بعد ما دخلنا بالبيض الهواء، طلعوا كيف لونه صار كتير فاتح، يعني عبياض صار. راح ننزل الزيت، بس يعني ننزله هو كوب الا ربع. هيو كوب الا ربع زيت. راح ننزله على 3 مرات. حط مرة، راح ننزل باقي الزيت. بدنا حليب باودر تقريبا 3 معالق كبار. انا نزلت 6 معالق صغار، نفس الاشي يعني. راح نخلطهم. نص كوب البرتقال، والنص الثاني مع لما نحط الطحين. راح نحط نصه. حطيت نصه. راح احط النص الثاني بس ننزل الطحين. جاهز هذا الخليط. عندنا هون الطحين، راح ننزل عليه البيكنج باودر. 3 معالق بيكنج باودر. راح نخلطهم مع بعض شوي. طبعا الصينية مجهزينها قبل بوقت. بنحط ورقة زبدة او بنحط تحتيها شوية زيت عشان تلزق، وعلى الاطراف شوية طحين. راح ندخل الطحين هون، ندخله هون. انه يكون واضح معكم، انه مش عارف مبين ولا. نحط طحين، ما بننزلهم مرة واحدة، على دفعات. طبعا هون الخطوة انه بدنا ندخل الطحين فوق البيض، وبعدين ننزل عصير برتقال. ندخل الطحين فوق البيض وننزل عصير برتقال. لما
بندخل الطحين فوق البيض، بنخلط وبنخليه يختفي، وبعدين بندخل الطحين فوق البيض وبنخلط كمان مرة. يعني العملية بالتوالي قبل ما تخلص الكمية كلها الطحين. بس هيك عجينة الكيك صارت جاهزة. بدنا نحمي الفرن، نسيت احميه، لازم نحميه قبل بوقت. وراح نحطه على نار 160 من نص ساعة لساعة الا ربع. عندنا الصينية مجهزينها بالطحين. وراح نحط العجين فيها. قبل ما نحط العجين لازم نجيب معلقة، اي معلقة، نعمل هيك لازم، عشان اذا في اي اشي في الجوانب ينزل، اي اشي ما انمزج منيح. بنصب العجينة في القالب. بعد ما صبينا الكيك في القالب راح نخبطه هيك خلاص عشان اي فقاعات زيادة تطلع. راح نحطه بالفرن، بس يطلع من الفرن راح ارجع عشان اورجيكم شكله. وبس في كيكة ثانية راح نسويها اللي هي كيكة الشوكولاتة. طبعا هاي الكيكة طلعناها من الصينية من الفرن. رجعنا هسه راح نسوي الطبقة الثانية من الكيك اللي هي كيكة الشوكولاتة. بس يلا نبلش. عنا الفانيلا، كوب فانيلا واحد. بدنا رشة ملح، رشة هيك كبيرة شوي يعني. راح ننزل الزيت والسكر، نكسر البيض، نكسر الثالثة، عندنا هون الحليب. خلينا اخلط بعدين راح ننزل الحليب والباقي المكونات. طبعا عندنا هون الحليب الخاسر، ترى كيف شكله. في هيك يعني زي الحليب حطينا عليه معلقة خل، الحليب دافي بيكون. عندنا هون الطحين والكاكاو، راح نخلط هاد اول اشي. راح ننزل الحليب اللي محطوط عليه معلقة خل صغيرة، نخلطهم. طبعا عندنا هون معلقتين بيكربونات الصودا ومعلقة بيكنج باودر، هيها راح نحطهم على الطحين هون. هيك عنا جاهزين، راح نخلطهم مع بعض شوي. طبعا المقادير زي ما حكيت لكم بأول تعليق صندوق الوصف. الكيك هاد طبعا ما بده خلط كتير. راح نخلط هذول شوي مع بعض بس عشان البيكنج باودر ينمزج مع الكاكاو والطحين. نقلبهم شوي يعني. طبعا نخلتهم الكاكاو والطحين، نخلتهم ووزنتهم ونخلتهم عشان ايش نختصر على حالنا الوقت. هسه راح انزل طبعا هاي القهوة سريعة الذوبان، قهوة سريعة الذوبان 250 ملي. غليتها لازم تكون سخنة كثير. هننزل نص المكونات وننزل قهوة وعاد ننزل باقي المكونات يعني هيك. نخلط، ننزل قهوة وبعدين بننزل الطحين. هاي الكيكة سائلة شوي يعني مش انه ثقيلة. نزلنا نص الكوب، خلينا نخلط.
ننزل اخر يعني قبل الاخيرة ننزل شوي. نخلي هذول للاخير. هسه بنخلط بننزل قهوة بعدين بننزل. هسه اختفى الطحين، راح ننزل باقي القهوة باقي القهوة ونخلط. راح ننزل الباقي وهيك بنكون خلصنا الكيكة. الكيك خلص عنا صار جاهز. طلع كيف بدنا نفس الحركة اللي سويناها قبل، نعمل هاي الحركة. طبعا تطلعوا تلاحظوا هاي الكيكة قوامها سائل شوي. طبعا هسا ضوت الفرن لازم يكون حامي. راح نخبطها وندخلها فرن درجة حرارة 160 ل 170 يعني بالرنج هذا. راح نخليها تقريبا 45 دقيقة، من نص ل 45 دقيقة. شيكوا عليها كل شوي، ولما بدكم تعرفوا اذا استوت بتجيبوا سكين وبتغزوها بالنص. اذا طلعت نظيفة السكين معناته استوت. نحطها بالفرن وارجع لكم اورجيكم الكيكة اللي سويتها وحطيتها على الشبك. شكل الكيكة طبعا من هون انا اختبرتها عشان اشوف اذا استوت ولا لا. هذول النوعين انا خلطتهم، وعندنا هون 200 هون 280 جرام وهون 280 ملي كريمة سائلة. راح نسخنها على النار، ما تخلوها تغلي بس تسخن، وننزل الشوكولاتة فيها وننزل معلقة عسل. بعد ما بلشت الكريمة تغلي خلص يعني هننزل الشوكولاتة. راح نخليها تذوب الشوكولاتة، نرجع لها كمان شوي. طبعا هاي الصوص الشوكولاتة اللي هو الجناش بنحطه بحمام مائي خليه يذوب. نحط العسل. طبعا هيك الصوص الشوكولاتة جاهز. راح نطفي النار ونخليه بالمي عشان يظله دايب. بدنا نسوي ملمع الحلويات، فبنحتاج 75 ملي مي تكون سخنة و75 جرام سكر. راح نسيحهم على النار شوي، وراح ننزل معلقة صغيرة معلقة صغيرة جيلاتين، وعلى النار نخلطهم. بس الجيلاتين نزلوه شوي شوي عشان ما يجمد يعني، فبتنزلوه شوي شوي وبتخلوه بس بتخلطوه منيح وبتخلوه يبرد وبصير عندكم الملمع الحلو جاهز. طبعا هو بس يبرد بجمد، فبدكم تعودوا تسيحوه وبس تحطوه على الفواكه. بتسيحوه وبتحطوه على الفواكه وهو بجمد على الفواكه. فهيك شكله. راح نسيحه نضل نخلط فيه وخلص. راح نطفي النار ونخليه لحاله بجمد. ما تخافوا انه قوامه خفيف، لانه بس يبرد بجمد. صار عنا جاهز. راح نطفي النار ونخليه يبرد. طبعا اذا في هيك كباتيل صغيرة بنعود بنسيحه كمان مرة او بس يبرد شوي بنخلطه بنعود بنسيحه بتختفي الكباتيل ما بضل اشي. بدنا نجهز الكريمة. بنحط كريمة سائلة تقريبا استخدمت كوب ونص كريمة. راح ننزلها ونخلطها شوي نخفقها. راح نحط فانيلا واربع معالق سكر صغار. راح نخلط شوي. راح نحط فانيلا واربع معالق سكر صغار ونخلطها. وبعدين راح نحط صوص الجناش اللي سويناه.
ونخلطها بتصير عنا الكريمة جاهزة، وطعمها بيكون زاكي يعني على شوكولاتة بيكون فكتير زاكي. بعد ما تجمد الكريمة شوي شوي مش كثير، بننزل الصوص الجناش، بس ما بننزله مرة واحدة، لا طبعا لازم يكون دافي، ما يكون جامد عشان ينخلط منيح مع الكريمة. فبننزله وبنخلط وبننزله وبنخلط. تقريبا حطيت ربع كوب من صوص الجناش، يعني تقريبا 7 8 معالق صوص جناش. طبعا هسا الكيك رح نقطعه. بنجيب مسطرة او بالعين يعني. بنحدد المكان اللي رح نقطعه 2 سنتي، وبنحط ايدنا فوق الكيك. لازم تحطوا ايدكم فوق الكيك عشان تتحكموا منيح وتقطعوا بسكين، ويصير عندكم قسمين ويطلع دغري. لما تحطوا ايدكم على الكيك من فوق بيطلع الكيك دغري. بعدين راح نبلش نزين الكيك، بنحطه على بورد، وراح نحط صوص جناش وعصير اناناس او مي وسكر مع فانيلا او عصير اناناس. انا حطيت عصير اناناس اللي كان بالعلبة. نقدر نستخدم المجحاف او اللي بملس الكيك. فبنحط كريمة. الكريمة جهزناها مع بعض، راح نحط كريمة. بتقدروا تكثروا كريمة اكتر من هيك، بس انا حطيت كمية قليلة يعني كريمة مش كثير، انه هيك احنا بنفضلها تكون الكريمة بالحشو مش كثيرة. وبس راح نحط منمده شوي الكريمة، وبعدين راح نحط الفواكه. عنا اناناس وكيوي وكاكا. فواكه بتقدروا تحطوا اي نوع انتو حابينه من الفواكه، ممكن مثلا فراولة، اي نوع انتو حابينه منوع، او ممكن تجيبوا الفواكه المعلبة الجاهزة، بس الفريش ازكى بتكون. طبعا حشي الكيك ما تكثروا فواكه، من الافضل يعني انه ما تكثروا، يعني حسب يعني زي ما بتكون انتو بتحبوه كتير كتير، او حسب يعني الكمية الموجودة. وحطينا شوي من صوص الجناش. انا حاطه بعلبة عشان اسهل لما صبه على الكيك، وبعطي نكهة اكثر للكيك بتطلع ازكى. راح نحط الطبقة الثانية من الكيك اللي هي اللي على برتقال، ونحط شوية صوص جناش. نحط شوية صوص وشوية عصير اناناس. بنسقي الكيك. في ناس ما بيحبوا يسقوها، بس انا بحب اسقي الكيك. تعطيها نكهة كثير 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 زاكية. والكيك بظله هش وطري كثير زاكي. بنحط كريمة بنمدها. بس راح نحط صوص جناش تحت الفواكه او فوق فوق الفواكه، بعطينا نكهة كثير زاكية. بس بنمد الكيك. ممكن تمدوا الكريمة بالهاي المعلقة الستانلس الكبيرة، او بالمجحاف، زي ما انتو بتفضلوا يعني الاسهل الكم. او بمعلقة عادية اللي ما عنده مجحاف، معلقة عادية او بشوكة بسكين بزبط برضو. السكين اللي بتكون خميلة شوي ستانلس بتزبط. بنحط فواكه. انا فضلت كنت بدي احطهم بالمعلقة، بس فضلت احطهم بايدي لانه التوزيع احسن بكون لما تحطوا بالايد. فبتوزعوا الفواكه بايدكم وبس زي ما بدكم يعني. الفواكه اللي انتو بتفضلوها بتقدروا تحطوها على الكيك. بنوزع الفواكه وبس هيك طبقة الفواكه والكيك صارت عنا جاهزة. نوزع الفواكه. شكلها كتير حلو عن جد يعني، بدون اشي شكلها كتير حلو. راح نحط صوص الجناش او صوص الشوكولاتة. راح نغطيها بالكيك البرتقال. انا عملتها شكل انه تحت طبقة كاكاو، وبالنص برتقال، وفوق كاكاو برضو او شوكولاتة. نوزع الصوص الجناش، وبعدين عصير برتقال، عصير برتقال، بعدين الفواكه.
بس هيك صارت عنا جاهزة. راح نجهز الطبقة الثالثة. هيك نمد الكريمة، بنحط الطبقة الثالثة، والطبقة الرابعة ما راح ينحط عليها اشي لانه الطبقة الرابعة هي وجه الكيك بتكون. فهاي الطبقة الاخيرة راح نوزعها. نحط صوص جناش، كتبت روائع محمد نبيل على الكيك. كنت طلع شكلها مضحك شوي. بس راح نكمل تزيين الكيك، حشي الكيك بالفواكه. وبس صار عنا الكيك جاهز. راح نحط الطبقة الأخيرة، بس عندي طفت الكاميرا شحن فما قدرت أصور تغليف الكيك بالكريمة. راح نبلش نزين بالكيك بالأناناس والفواكه يعني بشكل عام. راح نحط بملمع الفواكه. طبعا ولو ملمع الفواكه جمد معنا بصير زي الجلي، فسيحته على النار وبس. بصير هيك زي السائل يعني. فبتحطوا الفواكه فيه وبس بتبلشوا تزينوا بالفواكه على الكيك. طبعا ديزاين الكيك يعني شكل الكيك كان شكل عشوائي جدا يعني. كنت حابب اطلع مثلا صورة اسوي زيها بس ما عرفت اطلع صورة، شكله الكيك عشوائي كثير يعني. حاولت اخليه شكل حلو بس برضه طلع حلو. بس يعني مش عارف حلو ولا لا، عادي يعني طلع شكله. انتوا اذا بتحبوا شكل معين ممكن تطلعوا صورة وتسووا زيه يعني. بس بنزين مصفة الفواكه. بس هسا الاطراف الكيك راح نحط صوص الجناش. ممكن تستخدموا طريقة انه تحطوا صوص الجناش على كل الكيك بعدين تصفتوا الفواكه. هاي الطريقة اسهل الكم، اسهل من انه تحطوا الفواكه بعدين تحطوا الصوص. بس عادي زي ما انتوا بتحبوا. طلعنا بالاخير. اتمنى يكون عجبكم الكيك. طبعا الكيك راح نقطعه بالفيديو نفسه. وبس بحب احكي لمحمود كل عام وانت بخير. وبس.
وبس هيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون عجبكم وحبيتوا، واذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر او الاشتراك، وتفعلوا زر الجرس. وبس بتمنى تكون عجبتكم الحفلة والكيك وكل اشي. بس بحبكم كثير، وما تنسوش تكتبوا لي بالتعليقات تحت اي اشي انتم حابينه. بس بحبكم كثير، سلام.